فيلمنا النهارده بيبدأ بعشيرة من الفئران، واللي بنشوف ما بينهم الفار ريمي اللي بيكون عنده حاسة تذوق وشم نادرة جدا، واللي بيعرفنا على اخوه ايميل وكمان والده اللي بيكون زعيم العشيرة. وفي يوم من الايام بيشم ريمي ريحة حاجة غريبة في الاكل، فبيروح يمنع والده من انه ياكل منه، وساعتها بيكتشف ان الاكل ده كان محطوط عليه سم فئران، وبسبب اللي حصل ده بيعينوا والده مكتشف للسموم علشان محدش من العشيرة ياكل حاجة مسمومة. وبيظهر بعدها ريمي وهو بيتخانق مع والده طول الوقت، وهو بيحاول يقنعه انهم المفروض يسرقوا الاكل من المطبخ، وانهم لازم يبطلوا ياكلوا من القمامة، ولكن والده بيرفض وبيحذره من انه يقرب من المطابخ والبشر لانهم خطر جدا. ولكن ريمي ما بيسمعش كلام والده وبيروح لبيت الست العجوزة اللي هم عايشين جنبه، وبيدخل للمطبخ وهناك بيتفرج على اشهر شيف في باريس واللي بيكون اسمه الشيف جوستو. وبيبدأ ريمي ياكل وهو سعيد بطعم الاكل النظيف اللي في المطبخ. وفي الوقت ده بتصحى صاحبة البيت فبيخاف ريمي وبيهرب بسرعة، واثناء ما ريمي بيتمشى في الجنينة بيشوف مشروم وبيبقى منبهر جدا بيه، وساعتها بيروح لايميل اخوه بياخد قطعة الجبنة اللي معاه، وكمان بيجمع شوية مكونات علشان يطبخ بيها المشروم، وبيطلع فوق سطح البيت وبيسوي الاكل على برج الدفاية. لكن فجأة بيضربهم البرق وبيوقعهم على الارض، وبالرغم من كده بيكون ريمي سعيد جدا بطعم المشروم. وعشان الاكلة تكمل بيدخل ريمي واخوه ايميل للمطبخ علشان يدوروا على بهارات مناسبة للاكل، ووقتها بيقول ريمي لاخوه ايميل ان الشيف جوستو عمل كتاب وسماه الطبخ للجميع، وعشان كده هو بيحب الطبخ. وفي الوقت ده بيظهر الشيف جوستو في التلفزيون وهو بيقول ان اي حد ممكن يطبخ، لكنه لازم يثق في نفسه وفي قدرته. وفجأة بيتصدم ريمي وبيحزن جدا لما بيعرف ان الشيف جوستو مات لما المطعم بتاعه ناقص نجمة، وده بسبب تقرير قاسي كتبه اشهر ناقد طعام في العالم واللي اسمه انطوان ايجو. وفجأة بتصحى الست العجوزة وبتشوف ريمي وايميل وبتضرب عليهم نار بالبندقية بتاعتها علشان تموتهم، فبيتفرقوا ريمي وايميل عن بعض علشان يهربوا منها. وبتفضل الست العجوزة تضرب نار على ايميل اللي بيتعلق في النجفة، وبتكون الست العجوزة على وشك انها تقتله، لكن لحسن الحظ الطلقات بتخلص منها. ووقتها بيستغل ريمي الفرصة وبيقرب من ايميل وبيتعلقوا هما الاتنين في النجفة علشان يهربوا، ولكن للاسف بتحط الست العجوزة الطلقات في البندقية وبتضرب نار على السقف اللي بيتشقق وبيقع بعشيرة الفئران اللي كانت عايشة جواه، وبتجري كل الفئران بسرعة وبيهربوا من الشباك ومن تحت الباب. وساعتها بياخد ريمي كتاب وصفات الاكل بتاع الشيف جوستو وبيهرب من الست العجوزة، وبيروحوا الفئران كلهم يركبوا المراكب اللي كانوا مخبيينها وبينطلقوا علشان يهربوا، ولكن للاسف ما بيكونش ريمي راكب معاهم، واللي بيستخدم الكتاب وبيعوم بيه علشان يقرب منهم. وبيحاول والده وكل اللي معاه انهم يساعدوه، ولكن فجأة بتظهر الست العجوزة وبتضرب عليهم نار وبتبعدهم عن بعض، فبيجد ريمي بسرعة وبيدخل للنفق ورا والده، وبالرغم من كده ما بيقدرش ريمي انه يلحقهم، وبيدخل من طريق مختلف عنهم وبيقع. وبعد رحلة طويلة بيلاقي ريمي نفسه وحيد في المجرى وبيبقى حزين جدا بسبب اللي حصل. ولما بيجي يقلب في الكتاب بيظهر له شبح الشيف جوستو بيتكلم معاه وبيقول له ان هو لو جعان لازم يلف ويدور حواليه، لكن ريمي بيبقى حزين جدا وبيقول له ان هو فقد عيلته ومش هيقدر يرجع لهم تاني. فبيقول له الشيف جوستو انه لو ركز على اللي ضاع منه عمره ما هيشوف اللي بيستناه. فبيتحمس ريمي وبيخرج من المجاري وبيقدر فعلا انه يلاقي اكل، ولكن وقتها بيظهر له شبح الشيف جوستو تاني وبيقول له ان هو مش حرامي، وبيفكره ان هو طباخ وانه ما ينفعش يسرق. فبيمشي ريمي جوه الجدران وبيخرج من البيت وبيتسلق الانابيب لحد لما بيوصل للسطح، وهناك بينبهر لما بيعرف ان هو موجود في باريس وانه كمان جنب مطعم الشيف جوستو، وساعتها بيقرر انه يروح يتفرج عليه. وفي المطعم بنشوف الطباخين وهم شغالين وبيقدموا الطلبيات للزباين، وبيكون ده تحت اشراف الشيف المسؤول عن المطعم اللي اسمه سكانر. وفي الوقت ده بيجي ولد اسمه لينجويني وبيقول للشيف سكانر ان هو ابن صديقة جوستو، وبيعرفوا ان والدته ماتت وبيديله الجواب اللي هي سابته له، وبيطلب منه يشغله في المطعم، ولكن سكانر بيرفض. وساعتها بيجي واحد من الطباخين وبيقول له ان هم محتاجين عامل نظافة لانهم ما عندهمش عمال نظافة، فبيضطر سكانر ان يعينه. وبنروح بعدها للفار ريمي وشبح جوستو هم بيتفرجوا على المطعم من السطح وبيتكلموا عن الشيفات وعن مهمة كل واحد فيهم. وبعدها بيشوف لينجويني وهو بينظف الارضية واللي بيوقع الشوربة بالغلط وبيغير الوصفة بتاعتها علشان ما حدش ياخد باله، وبيتعصب ريمي جدا من لينجويني واللي عمله وبيبقى عاوز يحذر الشيفات، ولكن فجأة بيتحرك الشباك وبيقع ريمي في حوض تنظيف الاطباق، لكنه بيخرج منه بسرعة وبيجري علشان يهرب من المطبخ. ولحسن الحظ بيشوف شباك مفتوح وبيجري من مكان لمكان لحد ما بيوصل له، وقبل ما يخرج بيشوف لينجويني وهو بيدوق الشوربة اللي هو عملها واللي بيبان ان طعمها وحش جدا. وساعتها بيقرر ريمي انه يغيرها وبيروح يغسل ايده وبيهدي النار وبيضيف لبن ومكونات تانية على الشوربة، وكل ما بيجي يمشي بيفتكر حاجة وبيرجع يزودها تاني، وبيفضل ريمي يضيف خضار وتوابل لحد ما بيحس ان كده الشوربة بقت احسن. وفجأة بيكتشف ريمي ان لينجويني كان شايفه وبيعمل كل ده، ولما بيحاول ريمي انه يهرب بيمسكوا لينجويني وبيحبسه، وساعتها بيجي سكانر وبيزعق للينجويني لانه غير الشوربة. وفي الوقت ده بيوصل واحد من الشيفات وبياخد الشوربة وبيديها للجرسون اللي بيروح يقدمها للزبونة، فبيتعصب سكانر جدا وبيقول للينجويني ان هو مطرود. ولما بيرجع الجرسون بيقول
بيقول لهم ان الزبونه دي صحفيه كبيره وان الشوربه بتاعت لينجويني عجبتها جدا، فبيستغربوا كل اللي موجودين. وبيروح سكانر يدوق الشوربه اللي بتعجبه طعمها هو كمان، ومع ذلك بيزعل للينجويني وبيقول له ان هو مجرد عامل نظافه وانه ما ينفعش يطبخ. لكن وقتها تتدخل الشيف اللي اسمها كولات وبتفكر كل اللي موجودين بشعار جوستو الاهم، وهو ان الطبخ للجميع. وبتكمل كلامها وبتقول لسكانر ان هو ما ينفعش يطرد لينجويني لان الصحفيه عجبتها الشوربه بتاعته وانها ممكن ترجع في اي وقت علشان تجربها تاني. فبيقول سكانر لكولات ان لينجويني هيبقى تحت اشرافها، وبيعرف لينجويني ان هو هيطبخ الشوربه تاني. وساعتها بيستغل ريمي الفرصه علشان يهرب، ولكن سكانر بيشوفه وبيهاجمه هو وكل الطباخين، وبيقدر لينجويني ان هو يحبسه في برطمان. فبيطلب سكانر منه ان ياخده المكان بعيد ويموته هناك، وبيعرفه ان لو حد عارف ان عندهم انفاق في المطبخ المطعم هيتقفل. وفعلا بيروح لينجويني وبياخد ريمي وبيركب العجله بتاعته وبيروح للنهر علشان يرمي ريمي في الميه. وقبل ما يعمل كده بيبص لينجويني في عيون ريمي وبيصعب عليه جدا، وبيرجع في كلامه وبيقول ان هو ما بيعرفش يطبخ ومش هيقدر يعمل الشوربه دي تاني، وبيعرفه ان هو محتاج الشغل ده ضروري علشان يقدر يعيش. ووقتها لينجويني بيتفاجئ لما بيعرف ان ريمي فاهم كلامه، وساعتها بيساله اذا كان يقدر يطبخ الشوربه دي تاني. فبيشاور له ريمي ان هو يقدر يطبخها تاني. فبيتفق لينجويني مع ريمي ان هو هيحرره مقابل ان يعلمه الطبخ، وبيقرر لينجويني ان يخرجه من البرطمان. وبمجرد ما بيفتح الغطا بيجري ريمي بسرعه وبيهرب منه، لكنه بعد شويه بيرجع في كلامه وبيرجع تاني لينجويني وبيقرر انه يساعده. وفعلا بيروحوا هما الاثنين لبيت لينجويني، وبيكون ريمي منبهر بالبيت وبيفضل يتفرج على برج ايفل وهو سعيد. وفي تاني يوم بيصحى لينجويني من النوم وما بيلاقيش ريمي، وبيتعصب جدا لانه بيكون فاكر ان ريمي سرق الاكل. ولكنه بعدها بيتفاجئ لما بيشوفه هو بيعمل له الفطار واللي بيعجبه طعمه جدا. وفي المطعم بتقرا كلات هي وباقي الشيفات المقال اللي كتبته الصحفيه عن المطعم بتاعهم، واللي بتقول فيه قد ايه الشوربه عجبتها. ووقتها بيدخل لينجويني للمطبخ وهو مخبي ريمي في هدومه علشان محدش يشوفه، وبيستغربوا كل اللي موجودين من طريقه مشي لينجويني الغريبه. وبيطلب سكانر من لينجويني انه يعمل له الشوربه دي تاني، وبيبقى لينجويني مش عارف يحط ايه من المكونات في الشوربه، وما بيبقاش ريمي قادر ان هو يوصل للمكونات اللي هو محتاجها. وبيفضل ريمي يعض لينجويني اللي بيضربه وبيدخل لمخزن الاكل، وهناك بيتصدم لما بيشوف العلامات اللي على جسمه. وبيعرف ريمي ان هما لازم يلاقوا حل تاني علشان يقدروا يطبخوا مع بعض، لكن ريمي ما بيبقاش مركز معاه لانه جعان. وبمجرد ما لينجويني بيلاحظ ده بيديله جبنه علشان ياكلها. وفجاه بيدخل سكانر للمخزن فبيطفي لينجويني النور بسرعه وبيخبي ريمي، وبيبقى سكانر مستغرب لانه بيكون حاسس ان هو شاف فور، وبيطلب من لينجويني يرجع يكمل شغله. ولما لينجويني بيخرج من المخزن بيكون ريمي مستخبي تحت الطاقيه، وبيتحكم في لينجويني عن طريق شعره، وبيقدر فعلا ان يتفادى الجرسون. وبيروح لينجويني للحمام وبينبهر لما بيلاقي ان ريمي بيقدر يتحكم في حركاته عن طريق شعره. وساعتها بتجيلهم هما الاثنين نفس الفكره المجنونه، وبيرجعوا للبيت وبيبدا لينجويني يغطي عينه وبيقدر ريمي يتحكم فيه عن طريق شعره، وبيبدا يتحرك بيه وبيدربه على طريقه الطبخ وتقطيع الخضار واختيارات المكونات المناسبه. وبعد يوم طويل من التدريب بيبقى ريمي قادر ان هو يتحكم في حركات لينجويني بالكامل. وفي تاني يوم بينجح لينجويني في طبخ الشوربه تاني بمساعده ريمي اللي بيبقى مستخبي تحت الطاقيه بتاعته. ولما سكانر بيدوق شوربه لينجويني بتعجبه جدا، وبيعرفوا ان هو لازم يتعلم يطبخ كل انواع الاكل علشان يكمل شغل معاهم. وساعتها بيروح لينجويني الكولات لان هي المسؤوله عن تعليمه، وبيتفاجئ من اسلوبها العنيف جدا واللي بتقول له انها البنت الوحيده اللي في المطبخ وانها مش هتضحي بمستقبلها علشان واحد زيه. وبالرغم من كده بيكون لينجويني معجب بيها. وفي المكتب بنشوف سكانر اللي بيكون بيستغل اسمه جوستو علشان يبيع منتجات خاصه بيه. وبعد شويه وهو بيقرا الجوابات بيشوف الجواب بتاع صديقه جوستو، وبيتصدم لما بيقرا الجواب ده وبيتصل بالمحامي اللي بيجي وبيقرا له وصيه جوستو، واللي بتكون بتنص على انه لو ما ظهرش اي وريث ليه بعد سنتين من موته تروح كل املاكه لمساعده سكانر. وساعتها بيتعصب سكانر جدا وبيقول ان هو عارف ان جوستو وصديقته كانوا متجوزين وان لينجويني يبقى ابن جوستو. فبيفكروا المحامي انه فاضل له اقل من شهرين والسنتين يعدوا، وان وقتها المطعم وكل املاك جوستو هتبقى بتاعته. وبيقول له كمان ان هو عارف من الجواب ان لينجويني ما يعرفش ان جوستو يبقى والده لان والدته عمرها ما قالت له. وبيمسك المحامي طاقيه جوستو وبياخد منها شعره، وبيطلب من سكانر يجيب له شعره من لينجويني علشان يتاكد من الكلام ده، وبيسيبه وبيمشي. وبنروح بعدها الكولات وهي بتعلم لينجويني اساسيات الطبخ وازاي يحافظ على نظافه المكان، وكمان بتعرفه على الناس اللي بتجيب لهم الخضار، وبتدربه على استخدام السكينه بسرعه وطريقه التقطيع. وبيبقى ريمي معجب بكل التعليمات والمهارات اللي كولات بتعلمها لينجويني. وبعدها بيروح لينجويني وبيشكر كولات على كل الحاجات المهمه اللي هي علمتها له. وفي يوم بتطلب الزباين من الجرسون يقدم لهم نوع اكل جديد لانهم جربوا كل الاكل القديم بتاعهم. فبيرجع الجرسون للمطبخ وبيعرف الشيفات ان الزباين عايزين نوع اكل جديد. فبيطلب سكانر من الجرسون ان هو يعرف الزباين ان لينجويني هيقدم لهم نوع اكل جديد مش موجود في المنيو. وبيروح سكانر للينجويني وبيطلب منه يحضر له وصفه قديمه لجوستو، وبيعرفه ان كولات هتساعده. فبيروح واحد من الطباخين وبيعرف
بيعرف سكانر ان جوستو قال على الوصفه دي انها صعبه جدا، لكن سكانر ما بيهتمش، وبيبدا لينجويني وكولات يحضروا في الوصفه وبيبقوا مستغربين من المكونات بتاعتها. وساعتها بيقرر ريمي انه يغير الوصفه وبيتحكم في لينجويني، وبيبدا ياخد مكونات جديده من الشيفات، فبيستغربوا كل اللي موجودين من تصرفات لينجويني الغريبه. وبتتضايق كولات لما بتشوف لينجويني وهو بيغير الوصفه وبتحاول تمنعه، لكن وقتها بيكون ريمي هو المتحكم في لينجويني وبيكمل الوصفه بتاعته، وبيمنع كولات على اخر لحظه وبيحط الوصفه الجديده. وبيجي الجرسون وبياخد الطلب وبيروح يقدمه للزباين اللي بيعجبهم طعمه جدا، وبيرجع يعرف كل الشيفات ان الزباين منبهرين بطبخ لينجويني وكمان عاوزين 7 طلبات من الاكل الجديد. وساعتها بيبدا ريمي يطبخ اكتر باستخدام لينجويني، وبتروح الطلبات للزباين واللي كل ما واحد فيهم بيشوفها بيطلب زيها، وبيكتر عدد الطلبات من الاكل الجديد. وبيبقى ريمي سعيد جدا وهو بيطبخ. وفي اخر اليوم بيحتفلوا كل الشيفات بنجاح لينجويني ما عدا سكانر اللي بيكون متضايق وبيستغرب لما بيلاحظ وجود فار في الطاقيه بتاعه لينجويني. وفي الوقت ده بيخرج لينجويني من المطبخ وبيدي اكل ريمي علشان ياكل ويستريح. واثناء رجوع لينجويني للمطبخ بيظهر سكانر فجاه وبياخد الطاقيه بتاعته، وبيتصدم ان الفار مش موجود فيها، وبيطلب من لينجويني يجي معاه للمكتب. وبنروح بعدها ريمي اللي بيكون قاعد بياكل وهو سعيد، وفجاه بيسمع صوت جاي من القمامه، فبياخد ريمي السكينه وبيروح لمصدر الصوت، وبيتفاجئ ان مصدر الصوت ده يبقى اخو ايميل اللي بيجري عليه وبيحضنه، وبيعرفوا ان هم دوروا عليه كتير جدا. فبيدخل ريمي للمخزن وبيروح يجيب اكل الايميل علشان ياكله، وبيطلب منه يستمتع بطعمه، لكن ايميل بياكل الاكل بسرعه وبيقول لريمي ان هم لازم يرجعوا للعشيره علشان يقابل والده. وفي الوقت ده بيكون سكانر بيشرب لينجويني عصير عنب علشان يخليه مش مركز، وبيساله اذا كان بيحب الحيوانات الاليفه زي الفئران، وبيحاول يستدرجه في الكلام علشان يعرفه هو اتعلم الطبخ من مين. لكن لينجويني ما بيبقاش مركز في حاجه خالص وما بيبقاش عارف هو بيقول ايه، فبيتعصب سكانر وبيطلب منه ينظف المطعم قبل ما يمشي، وبيسيبه وبيخرج. ومن ناحيه تانية بيكون ريمي رجع لوالده والعشيره الفئران اللي بيحتفلوا بيه، وبعدها بيقول ريمي لوالده ان هو مش هيقدر يعيش معاهم وهيبقى يزورهم من وقت للتاني. ولكن والد ريمي بيتضايق جدا من كلام ابنه، وبيبقوا هيتخانقوا هما الاثنين مع بعض، ولكن ايميل بيهديهم. وبالغلط بيقول ريمي لوالده ان هو بقى صديق لواحد من البشر، فبيقول لوالده انه لازم كل فار ياخد باله من العشيره بتاعته. لكن ريمي بيبقى رافض طريقه تفكير والده، وبيقول له ان هو رايح لمستقبل افضل وبيسيبه وبيمشي. وفي تاني يوم بيرجع ريمي للمطبخ وبيتفاجئ لما بيلاقي لينجويني نظف المطعم كله ونايم من كتر التعب. وبمجرد ما ريمي بيسمع صوت حد جاي بيستخبى في الطاقيه بتاعه لينجويني، ووقتها بتدخل كولات وبتتفاجئ من وجود لينجويني اللي بيبقى نايم، لكن ريمي بيتحكم فيه. وبتبدا كولات تتكلم معاه وبتساله عن اللي حصل ما بينه وما بين الشيف سكانر امبارح، وبتتعصب لما لينجويني ما بيردش عليها. وساعتها بيفضل ريمي يحاول يصحي لينجويني لكنه بيفشل، فبتقول كولات للينجويني انها كانت فاكراه مش زي باقي الشيفات، وبيبقى باين عليها انها معجبه بيه، وبتتعصب وبتضربه بالقلم وبتفوقه، وبتقول له انها غلطت لما علمته ازاي يكون شيف، وبتعرفه انها كانت بدات تستلطفه وبتسيبه وبتمشي. فبيروح لينجويني وراه وبيبقى عاوز يعترف لها ان هو ما بيعرفش يطبخ وان في حد بيساعده، لكنها ما بتبقاش فاهمه اي حاجه من كلامه. وبيبقى ريمي خايف ومرعوب ان لينجويني يقول لها الحقيقه، وعلى اخر لحظه بيمنعه وبيخليه يعترف بحبه ليها. وبنروح بعدها للناقد انطوان ايجو اللي بيروح للمساعد بتاعه وبيعرفه ان مطعم جوستو سمعته اتحسنت. فبيتعصب انطوان ايجو جدا وبيقرر يزور مطعم جوستو مره تانية ويقيمه علشان يقلل من مستواه. وفي الوقت ده بيقول المحامي لسكانر ان تحليل الدي ان ايه اثبت ان لينجويني يبقى ابنه جوستو، وده بيعصب سكانر جدا وبيقول للمحامي ان لينجويني بيرضعه باستخدام فور، وده بيخلي المحامي يشوف سكانر مجنون وبينصحه يروح لطبيب نفسي، وبيفكروا ان وصيه جوستو هتنتهي بعد 3 ايام وساعتها المطعم وكل املاكه هتكون بتاعته، وبيسيبه وبيمشي. وفي اخر اليوم بيركب لينجويني الموتوسيكل مع كولات وبيخرجوا مع بعض، وبيوقع ريمي بالغلط، وبيفضل ريمي يجري بسرعه من البشر اللي بيحاولوا يقتلوه، وبيدخل للمجاري. وبعد شويه بيوصل ريمي للمطعم، وقبل ما يدخل بيتفاجئ باخوه ايميل وهو معاه مجموعه من الفئران اللي بيكونوا عاوزين ياكلوا، فبيروح ريمي للمطبخ علشان يجيب لهم اكل. وبيستغرب ريمي لما بيلاقي باب المخزن مقفول، ولما بيدخل لمكتب الشيف علشان يجيب المفتاح بيتفاجئ لما بيشوف الوصيه بتاعه جوستو، وبيستغرب من وجود صوره لينجويني في الوصيه. ولما بيقرا جواب صديقه جوستو بيشوف تحليل الدي ان ايه بيعرف ان لينجويني يبقى ابنه جوستو وان هو الوريث الشرعي لكل املاكه. وفجاه بيدخل سكانر وبيشوف ريمي اللي بياخد الجواب والوصيه وبيجري بسرعه، فبيتعصب سكانر جدا وبيجري وراه وبيفضل يطارده وبيتسبب في حوادث كتير. وساعتها بيستغل ريمي الاوراق اللي معاه وبينط وبيطير في الهواء وبيروح لمركب بعيد، ولما سكانر بيجي ينط وراه ما بيقدرش ان هو يوصل له وبيقع في الميه. وبعد شويه بيرجع سكانر للمطعم وبيستغرب من وجود لينجويني في المكتب، وبيتصدم لما كولات بتعرفه ان هم عارفوا ان لينجويني هو صاحب المطعم الحقيقي، وبينتشر الخبر في الجرايد وكل الناس بتعرف ان لينجويني يبقى هو ابن جوستو. وفي الوقت ده بيقرر لينجويني ان يطرد سكانر وبيحرق كل المنتجات اللي كان بيبيعها، وبعد فتره بيشتري لينجويني بيت جديد. وبنروح بعدها ريمي اللي بيكون متضايق بسبب اخوه ايميل اللي
اللي كل شويه بيجيب له مجموعه من الفئران علشان ياكلوا. وفي يوم اللقاء الصحفي بيروح للصحفيين وبيسال لينجويني عن سر موهبته، وساعتها بيكون ريمي متوقع ان لينجويني هيكشف للعالم الحقيقه، لكن لينجويني بيكذب عليهم وبيقول لهم ان سر موهبته هي كولات اللي بتيجي هي كمان وبتنضم لهم في اللقاء الصحفي. فبيتعصب ريمي جدا، وفجاه بيدخل انطوان ايجو وبيترعب كل اللي موجودين وخصوصا لينجويني، وبيبقى ريمي شايف كل اللي بيحصل. وبيقول انطوان ايجو لينجويني ان هو بيعشق الاكل، وان الاكل لو ما عجبوش ما بيبلعوش، وبيعرفوا ان هو هيجي بكره بالليل علشان يدوق اكله وبيسيبه وبيمشي. وبنروح بعدها الاسكانر اللي بيكلم مفتش الصحه وبيعرفوا ان في فران موجوده في مطعم جوستو، فبيقول له مفتش الصحه ان هو هيزور المطعم في اقرب وقت ممكن. وبعد شويه بنشوف لينجويني وهو بيزعق لرامي لانه كان بيشتته في اللقاء الصحفي، وبيخرجه من المطعم وبيزعق له وبيديله اجازه من الطبخ. ووقتها بيكون سكانر شايف كل اللي حصل وبيفهم ان الفار هو اللي بيطبخ. ومن ناحيه تانية بيتعصب ريمي جدا من اللي لينجويني عمله، وبيتفاجئ بوجود اخوه ايميل واصدقاء الفئران اللي بيكونوا عاوزين ياكلوا. فبيعرفهم ريمي ان هو عزمهم على العشاء بعد ما المطعم يقفل، وبيطلب ريمي من ايميل ان يجيب والده والعشيره كلها. وبعد ما المطعم بيقفل بيدخل ريمي ووالده وكل الفئران لمخزن الاكل، وبيتعاونوا مع بعض وبيسرقوا المخزون. وفجاه بيتفتح الباب فبيستخبوا كلهم، وساعتها بيجي لينجويني وبيعتذر لريمي عن سوء التفاهم اللي حصل ما بينهم، وبيقول له ان هو ما كانش هيقدر يوصل لهنا من غيره. ولما بيدخل لينجويني المخزن بيتفاجئ بعدد كبير من الفئران، فبيتعصب جدا وبيزعق لريمي لانه كان بيسرق الاكل، وبيطرده من المطعم هو وكل الفئران. وبيبقى ريمي حزين جدا بسبب اللي حصل، وبيفهم وقتها ان كلام والده كان صح وان هم مجرد فئران، وبيسيبهم وبيمشي. وفي تاني يوم بيحاول لينجويني يشجع الشيفات وبيحمسهم لاستقبال انطوان ايجو، لكنهم ما بيبقوش فاهمين منه اي حاجه. وفي الوقت ده بيكون ريمي قدام المطعم وبيتفاجئ بوجود اخوه ايميل اللي بيبقى جعان، ولما بيجي ياكل من الكمام ما بيروح له ريمي وبينقذه، لكنه بيتحبس هو في المصيده مكانه. وساعتها بيوصل سكينر وبياخد المصيده، وبيبقى سعيد جدا لانه ماسك ريمي وبيحطه في شنطه العربيه وبيطلب منه يخترع له اكله جديده مقابل ان هو ما يقتلوش، وبيقفل عليه شنطه العربيه. وبيبقى ايميل عارف مكان العربيه. وبعد شويه بيوصل انطوان ايجو للمطعم وبيطلب من الجرسون انه يجيب له احسن حاجه عملها الشيف لينجويني، وبيظهر سكينر وهو متنكر وقاعد على الترابيزه اللي جنبه وبيطلب نفس الطلب. وبنروح بعدها الريمي اللي بيكون حزين جدا وبيفضل يتكلم مع شبح جوستو واللي بيقول له ان هو يائس جدا، وبالرغم من ده بيفضل جوستو يشجعه. وفي الوقت ده بيجي والد ريمي هو وباقي العشيره وبيخرجوا ريمي اللي بيقرر ان هو يرجع للمطعم، وبيروح والده واخوه ايميل وراه. وفي المطبخ بنشوف الشيفات اللي بيكونوا متوترين جدا وقلقانين ومش عارفين يقدموا ايه لانطوان ايجو، وساعتها بيفقد لينجويني اعصابه وما بيبقاش عارف يطبخ اي حاجه من اللي عملها قبل كده. وفي الوقت ده بيكون والد ريمي واخوه ايميل بيحاولوا انهم يوقفوا ريمي، لكنه بيدخل بسرعه للمطبخ وساعتها بيشوفوه كل الشيفات، وقبل ما يهاجموه بيمنعهم لينجويني وبيعرفهم الحقيقه، وهي ان الفار ده هو اللي طبخ كل الاكل اللي عجب الناس. وكمان بيفهمهم ان هو كان مستخبي تحت الطاقيه بتاعته طول الوقت، وبيطلب منهم يساعدوه علشان يقدروا يقدموا الطلبات للزباين. ولكن وقتها بيكونوا كل الشيفات مصدومين من اللي سمعوه وبيسيبوه وبيمشوا، وكمان كولات بتتخلى عنه وبتمشي هي كمان. فبيحزن لينجويني جدا لانهم كلهم اتخلوا عنه وكده ما فاضلش اي حد يساعده، وبيسيب ريمي وبيدخل للمكتب. وبنروح بعدها لكولات وهي بتعيط واللي بتقف في اشاره المرور، وبالصدفه بتشوف كتاب جوستو اللي اسمه الطبخ للجميع. وبنرجع تاني لريمي وبنشوفه وهو حزين جدا واللي بيروح لوالده علشان يعتذر له، لكن والده هو اللي بيعتذر له لانه فاهمه غلط، وبيقول له ان هو اكتشف قد ايه ان ابنه شجاع، وبينازع على عشيره الفئران اللي بتتجمع كلها علشان تساعد ريمي. وفجاه بيدخل مفتش الصحه للمطعم وبيتصدم من اللي بيشوفه وبيجري بسرعه علشان يهرب، فبيجري وراه والد ريمي هو ومجموعه من الفئران وبيطلعوا فوق العربيه بتاعته علشان يمسكوه. اما ريمي فبيخلي باقي الفئران تتعقم علشان ما يلوثوش الاكل، وبيقسمهم وبيوزع كل فريق منهم على مكان معين. وساعتها بينبهر لينجويني لما بيشوف الفئران وهي بتطبخ، وبيتشجع جدا وبينطلق علشان يقدم الطلبات للزباين وبيعتذر لهم عن التاخير. وفي المطبخ بيكون ريمي بيشرف على كل الفئران وهم بيطبخوا، وبيقدم لكل واحد نصيحه وبيدوق الاكل اللي عملوه. وبتدخل كولات للمطبخ وبتتصدم لما بتشوف الفئران وهي بتطبخ، لكن وقتها بيروح لها لينجويني وبيشكرها لانها رجعت. وبتستغرب كولات لما بتعرف ان ريمي عاوز يقدم لانطوان ايجو خلطبيطه بالصلصه. وفي الوقت ده بيوصل والد ريمي وباقي الفئران وهم مكتفين مفتش الصحه وبيحبسوه في المخزن، وبيبدا ريمي يشرح لكولات الطريقه اللي هتطبخ بيها الخلطبيطه بالصلصه، وبيضيف ريمي كل المكونات المطلوبه. وبعد ما بيخلصها بياخدها لينجويني وبيروح يقدمها لانطوان ايجو، وكمان سكانر اللي بيبقى خافي هويته. وبمجرد ما انطوان ايجو بيدوق الاكل بيفتكر نفسه ايام ما كان صغير، وبيفتكر والدته اللي كانت بتعمل له نفس الاكله دي واللي بيعجبه طعمها جدا، وبيوقع القلم من ايده وبياكل وهو مستمتع بطعم الاكل. وساعتها بيتعصب سكانر جدا وبيدخل للمطبخ فبيكتفوا الفئران هو كمان وبيرموه جنب مفتش الصحه. اما انطوان ايجو فبيشكر لينجويني على الاكل اللي طبخه، لكن وقتها بيعرفوا لينجويني ان مش هو اللي طبخ
طبخ الاكل ده وبيسيبه وبيروح يجيب كولات، وبيعرفوه ان هو لو عاوز يعرف مين اللي طبخ الاكل ده لازم يستنى لحد ما كل الزباين تمشي، وبعد ما كل الزباين بتمشي بيروح لينجويني وكولات لانطوان ايجو وبيقدموا له ريمي وبياخدوه للمطبخ وبيبداوا يشرحوا له كل حاجه والطريقه اللي ريمي كان بيطبخ بيها. وبالرغم من ان انطوان ايجو كان مستغرب من اللي بيقولوه بيشكرهم بعدها على العشاء وبيسيبهم وبيمشي. وفي تاني يوم بيكتب انطوان ايجو في المقال بتاعه ان هو اكل اجمل وجبه في حياته من مصدر مفيش حد يتوقعه، وان الشيف اللي قدم له الوجبه دي اثار اعجابه وفهمه فعلا معنى مقوله جوستو الشهيره ان الطبخ للجميع، وان هو بلا منازع افضل شيف في باريس، وانه بياكد له ان هو هيرجع يزوره تاني. وبسبب مقال انطوان ايجو مطعم جوستو بيرجع 5 نجوم بعد ما كان 3، لكن للاسف الصحه بتقفل المطعم بسبب الفئران اللي كانت موجوده في المطبخ. ولكن لينجويني وكولات بيعملوا بعدها مطعم جديد وبيبقى عندهم زباين كتير، وبيبقى من ضمنهم انطوان ايجو اللي بيجي دايما علشان ياكل من ايد رامي، واخيرا بيقدر ريمي يحقق حلمه وبيبقى افضل شيف في باريس.